ازيك يا شباب؟ ايه الاخبار؟ فيديو جديد تاني. لا استنى، انا حاسس ان انا اقدر اعمل انترو احسن من كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد على قناه يوتيوب في العالم. عايز فكر زر لايك والاشتراك يلا بينا. معلش اندمجت شويه. كنت قاعد بصفح الموقع الاحمر كالعاده، لا مش ده طبعا. ايوه هو ده. فلقيت قناه بتاعت واحد اسمه بيج تي. الراجل ده عامل فيديو بعنوان ازاي عملت محرك العاب على المتصفح، وافتكرت هنا مقوله عظيمة جدا. المقولة بتقول: إذا رأيت المنافسين في حياتك فأنت جامد فشخ. طبعا المقولة دي أنا مألفها لسه حالا. احنا الواجهة قيمة وقامة. فطبعا زي أي مشروع ناجح في مصر، وبما إننا شعب كرييتيف بطبعه، لو فتح أي مشروع ناجح لازم نلعب على بعض لعبة مصرية صايعة. انا هعمل معاهم الطريقه المصريه المعروفه. لما محل عصير بيفتح جنبه ايه؟ محل عصير برضك. صح. ولما محل موبايلات بيفتح جنبه ايه؟ محل موبايلات برضك. بالظبط. هما فاتحين ايه؟ يبقى احنا ايه؟ واه. علشان كده قررت بمنتهى الهدوء والثقة في النفس والروح الرياضية إني أعمل لعبة بالجيم إنجن بتاعه وأعرفه مقامه صح. طيب كلها بقت بتعمل جيم إنجنز وكلها بقت محترفة. اتعب شوية يا أخي في الاسم، حتى في كاستم كلها حاجات عادية، مفيش حاجة مبهرة. أنا ما انبهرتش لحد دلوقتي، ما انبهرتش. إيه يا ابني القرف اللي أنت عامله ده؟ فين يا ابني جيسون ايه اللغه المعفنه اللي انت بتدرس بيها دي؟ بلدك فين انت؟ اولا لما انا بستخدم الريندر اي بي اي ما بعملهاش كده. ليه؟ انت ممكن تستخدم اكتر من ريندر اي بي اي، يعني ممكن تستخدم اوبن جي ال، ويب جي ال، ويب جي بي يو، فولكان، ميتال للاي او اس، ممكن تستخدم بتاعت البلاي ستيشن 4 او 5. ماشي، فدي مشكله طبعا. اكيد مش كل واحد هتقعد تنشلايز كل الشيدرز بالطريقه دي. الموضوع بيختلف. الموضوع ان انت حرفيا بتعمل كلاس عباره عن ريندرر. خلينا نكتب هنا بس بالسي سي بلس بلس عادي. ماشي، كلاس ريندرر. والريندرر ده لما انت بتعمل بقى بتباصي للكونستراكتور بتاع الابلكيشن في الانشلايز الريندرر اي بي اي بتاعتك، وده ياخد الاي بي اي. وجوه على حسب الاي بي اي بتاعتك. لو كانت كده هتاخد الكود ده كوبي، بدل ما تقول الويب جي ال اعمل لي كل الحاجات بتاعت الويب جي ال، لا هتقول ان مثلا جي ال ريندرر دوت انت. وجوه جي ال ريندرر دوت انت بينشلايز الاوبن جي ال. وجوه مثلا ويب جي بي يو اللي هي فولكان بس بتاعت الويب، تمام، هتقول مثلا فولكان ريندرر انيشلايز. جوه كل واحده من انيشلايز دي ستاتيك فانكشن تقدر ان انت من خلالها تانيشلايز كل الريندرر. فانت كده بتخبي الريندرر من اليوزر. فحرفيا انا كيوزر دلوقتي دول كده بالنسبه لي يتوهوني، مش ينفعوني خالص. ذكي. انت ذكي وذواق. يعني انت عامل لي انت كومبوننت سيستم عشان تحط لي الفيزيكس سيستم بره انا اتعامل معاه اسطبه. انت بالله عليك، انت عمرك عملت اد بودي في يونيتي انجن؟ ما انت لما تحط الكومبوننت بيشتغل، والا ما كنتش تعمل انت كومبوننت سيستم. ابوس ايدك، شجع الشباب، شجع الشباب. تمام. انا ليه لما اضيف تكستشر بعمل كده؟ انا بضيف كومبوننت سبرايت ريندر، حلو ده كلام جميل، واضيف تكستشر وبجيب الريسورس مانجر بتاعي والكلام ده كله حلو. حلو، انت بتلود صورة والكلام ده كله. طيب السؤال بقى هنا، انا لما باجي ارسم ليه انا برسم كده؟ ليه؟ هو المفروض ان انا عندي دي entity component system ليه اصلا؟ ما هو المفروض يبقى انا عندي في الابلكيشن بتاعي اللي هو application.typescript هنا في عندي on render. اي نعم، دي اللي انت عامل لها abstract class عشان هتكتبها في اللعبة بتاعتك. لا يا باشا، مش يبقى في الكلام ده، يبقى في this دوت ام renderer دوت process مثلا، واللي هو هيعدي على اي سبرايت هيرسمها، هيعدي على اي كواد هيرسمه. تمام. فهي دي الفكره كلها. فانا ليه برندر هنا كده؟ يعني انا بحط كومبوننت هنا، تخيل ان انا ضفته في اري يا زياد، وجيت هنا جبته من الاري عشان ارسمه. انا كده عملت ايه بجد؟ فانا مش عارف اتعامل مع الانجن ده. اوسخ من كده مفيش. اوسخ من كده مفيش. عمري ما شفت اوسخ من كده. هو طبعا احنا خدنا في ثانوي ان الاف بيساوي ام ايه
فزياد بيعمل ايه؟ بيقسم الاف على الام فيديك الاي على الواحد اللي هي الاكسلريشن. يعني من الاخر بيطلع الاي دي من المعادلة. قسما بالله انا بسجل ساعة كاملة، ساعة واحدة، علشان في الاخر تطلع الشاشة عندي فاضية. ليه كده يا زيزو؟ ليه؟ ليه يا اسطى ليه تعمل فيها كده يعني؟ اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها؟ اجمد، لسه اللي جاي جامد. بس كده، وفي النهاية نحب نقول لزياد صاحبنا ما تزعلش، وخلي روحك رياضية، وخلي الجيم انجن اللي بتوع الجيم انجن، اما انت خليك في الجيم هاكينج والايه والويب ديفلوبمنت. سلام.